هل سيجدد كيليان مبابي عقده مع باريس سان جيرمان هذا الصيف؟ أم أنه سينتقل إلى ريال مدريد؟ نلتقي بعد الانترو. أهلا بكم. عرفت الساعات الماضية تحولات كبيرة في قضية كيليان مبابي، خصوصا صباح يوم الأحد الماضي، حيث أعلن نادي باريس سان جيرمان عودة نجمه الفرنسي إلى تدريب الفريق الجماعية. وقد جاء هذا القرار حسب العديد من المصادر الصحفية بعد اجتماع بين مبابي وأحد مسؤولي النادي الباريزي، وفي أغلب الظن هو رئيس مجلس النادي ناصر الخليفي. وقد أجري هذا الاجتماع بعد نهاية مباراة باريس سان جيرمان ولوريان في حساب الجولة الأولى من الدوري الفرنسي، والذي شوهد فيها كيليان مبابي من مدرجات البارك دي برانس. كل هذه التطورات جعلت الصحافة الفرنسية تؤكد على استمرار مبابي مع باريس هذا الموسم، وأنه سيجدد لكي لا يرحل مجانا. وفي هذا السياق عنونت صحيفة ليكيب: القصة انتهت، مبابي باق في باريس هذا الصيف. وأضافت الصحيفة أن كيليان مبابي يرغب في الاستمرار مع نادي العاصمة ومنفتح على التفاوض مع باريس من أجل التجديد، مضيفة أن من أسباب عودة مبابي هي الأخبار الرائجة حول اقتراب نيمار من الانتقال إلى الهلال السعودي. فحسب نفس الصحيفة مبابي لا يريد نيمار في باريس. أما صحيفة RMC فقد أكدت أن كيليان مبابي منفتح على فكرة تجديد عقده مع باريس سان جيرمان لمدة عام إضافي. أما من جانب ريال مدريد فحسب صحيفة ماركا كيليان مبابي غير اللعبة تماما، فمبابي عاد للتدريبات مع باريس سان جيرمان مرة أخرى، ولم يعد التجديد مستبعدا لأن ريال مدريد يعتبر ذلك أمرا مفروغا منه. وفيما يتعلق بصيغة الاتفاق الذي أبرم بين باريس سان جيرمان ومبابي، فقد أكد الصحفي ماريو كورتيغانا أن مبابي سيبقى في باريس سان جيرمان دون تجديد عقده، مقابل التنازل عن مكافأة التوقيع لصالحهم لينتقل لريال مدريد مجانا. لكن بالنسبة للموثوق والمقرب من إدارة الميرينجي رامون ألفاريز، فهو يرى أن ريال مدريد لا يعتقد أن مبابي سوف يجدد عقده، ولا يريد باريس سان جيرمان السماح له بالرحيل في عام 2024. أما موقف الصحفي فابريزيو رومانو فهو أن مبابي عاد إلى تشكيلة باريس سان جيرمان بعد اتصالات في الأيام القليلة الماضية بين النادي واللاعب والمقربين منه. كانت هذه المحادثات إيجابية للغاية، ولذلك أبلغ النادي مبابي بأنه عاد إلى قائمة لويس إنريكي. لذلك على الرغم من أنه كان معروضا للبيع وخرج من المشروع، إلا أنه عاد الآن إلى الفريق الأول. ناصر الخليفي كان أيضا في ملعب التدريب، وأبلغ الفريق أن مبابي عاد وملتزم بباريس.